السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم عن تكنولوجيا الشرق الأوسط الجديدة. في إحدى المطاعم في جمهورية مصر العربية هناك روبوتات يقدمون الطعام للزبائن، وتم إنهاء بفضل الله تعالى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأرباحه بالمليارات. وتم عمل في شركة نصر للسيارات المصرية عمل أول سيارة كهربائية، وسوف ينشرونها في جمهورية مصر العربية إن شاء الله، وهي أرخص السيارات. مدينة يوم بالمملكة العربية السعودية، وهي من إحدى المدن المستقبلية العظيمة الذي أسسها محمد بن سلمان، وهي من أقوى المدن حيث تضم أكثر من 10 مدن مع بعضها البعض في شكل شريطي. وسوف يفعلون في مدينة نيوم السعودية نظام التكنولوجي الذكاء الاصطناعي ذو الدليفري في توصيل الطلبات والطعام والأجهزة والمتطلبات بضغطة زر واحدة، وهي من أكثر المشاريع غناء وقوة في الشرق الأوسط. والتنقل اللوجستي سوف يكون بالسيارة الذكاء الاصطناعي، حيث تتنقل لوحدها بدون أعمال آدمية. في مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر وليبيا سوف يتم عمل مولد طاقة نووية، حيث يقوم بتوليد النووي واختباره في شتى المجالات النووية والعلمية، وهناك مختبرات ومعامل كثيرة في هذه الدول لعمل هذه الأشياء القوية، حيث سيتم عمل صواريخ نووية في جمهورية مصر العربية، وهي سوف تكون من أوائل الدول الشرق أوسطية في عمل الصواريخ النووية برئاسة روسيا وبمساعدتها. وهناك مفاجأة من ناحية الشرق القاهري المصري الفاخر في العاصمة الإدارية. سوف يتم إنشاء برج شبيه لبرج خليفة في مرحلة الإنشاء، وهو اسمه برج النيل، وبمعونة الله سوف يتم بناؤه. في العراق إن شاء الله يتم تطوير الجيش ومكافحة الإرهاب، والرئيس العراقي جعل بفضل الله العراق مستقرة وآمنة في ظل حكمه، وسوف يتم إنعاش الاقتصاد العراقي والجيش العراقي معا. إن شاء الله سيتحسن وضع العراق. لا تبطلوا دعاءكم، فدعاءكم مستجاب بإذن الله. في مصر التحدي لا يتوقف، فإنجازات الرئيس حبيب الملايين عبد الفتاح السيسي مشروعات ضخمة لإنزال وإحباط سعر الدولار في مصر والشرق الأوسط. فمشروع رأس الحكمة الإماراتي المصري له فوائد كثيرة، ومع مرور الوقت يزداد الاقتصاد. وليس هذا فقط، هذه مجرد البداية. وحسب أخبار أخرى فهناك 5 مشاريع مصرية ضخمة سوف تحسن اقتصاد الشرق الأوسط ومصر. وفي السودان للأسف تدمرت، لكن هذا الشهران الوضع هادئ بعض الشيء، والآن الحكومة السودانية أعطاها الله السعادة والصحة والغنى، سيطرت على الوضع قليلا. وكما لا تعرفون فاليونان من ضمن الشرق الأوسط. اليونان بعد حرب غزة وإسرائيل ازدهرت اقتصاديا بعض الشيء، وهي أساسا في الاتحاد الأوروبي واتحاد الناتو، فلا يقدر على احتلالها أحد. هذا مؤشر اليونان الاقتصادي. رئيسة اليونان إيكيتاريني سيكالارابولو قاضية وسياسية يونانية، وهي رئيسة اليونان منذ 13 مارس 2020 خلفا لبروكوبيس بافولوبوس، وهي أول امرأة تحكم البلاد في تاريخ اليونان. السودان أكبر مما تتوقع. السودان
لديه الموارد والثروة المعدنية كثيرة جدا. السودان مهملة مواردها التي تحت الأرض، فهي تقعد على الكنز وهي لا تعرف، فإن السودان لديها أكبر كمية من اليورانيوم تحت أرضها. وتمتلك السودان الكثير من الثروات الزراعية، حيث مناخها الحر يوفر زراعة البن وزراعة القصب وزراعة الكثير من المنتجات الزراعية، وأرضها مليئة بالثروات الحيوانية، حيث يقصر بها الجاموس وجميع المواشي والخرفان. شركة النصر للسيارات أعظم شركات مصر في صناعة السيارات وفي صناعة الآلات، حيث لا ينكر جميلها في صناعة العديد من السيارات والآلات الجميلة. في الوطن العربي قريبا سوف يتوفر المكتبات ذو شاشات رقمية وشاشات ذو معلومات كثيرة تعرف القارئ معلومات كثيرة عن الحضارات والفيزياء والكيمياء وجميع المقالات في هذه المكاتب، وسوف تتوفر في كل قطاع في كل محافظة في الوطن العربي إن شاء الله. فلسطين هي أكثر الدول تعلما في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي، حيث لا يوجد فيها أمي واحد. مؤتمر مصر المناخ مؤتمر مفيد جدا، حيث اجتمعت كل الدول في شرم الشيخ للقضاء على التلوث ولزراعة الصحراء كلها للقضاء على التلوث، حيث تساعد الولايات المتحدة الأمريكية مصر بالملايين والمليارات في زراعة جنوب مصر، في جنوب الغرب في الوادي الجديد لزراعة أكثر من فدان واحد، وهذا يتضح في الخريطة. لا يوجد شيء اسمه سالب في الدول العربية، فكما في سالب فهناك موجب، فلا تقلقوا أيها الجمهور على الوطن. مصر والسعودية وتركيا والجزائر يطورون ويصنعون شركات للفضاء ليهبطوا على أراضٍ جديدة في الخلاء، حيث إن مراصد الفضاء في جميع الدول العربية الغنية اقتصاديا تعمل بأقصى جهدها في البحث والتنقيب والأبحاث الفضائية والفلكية، تبحث عن كواكب ومعلومات عن الفضاء، بمساعدة أيضا روسيا والصين في مجال الفضاء. يتم بناء المراصد في المناطق النائية جوا، أي النظيفة جوا، للبحث الأدق في النجوم والكواكب. يتبع الشرق الأوسط والوطن العربي أسلوب التهدئة في حل الأزمات، مثل أزمات إسرائيل وأزمات الدول الأخرى، حيث تطور الوطن العربي والشرق الأوسط في العلاقات السياسية والدبلوماسية، فإن هذا الأسلوب في التهدئة هو أحسن أسلوب لكي لا تحصل الحرب والفوضى في البلاد. العراق واليمن ينشئان مدن جديدة على البحر ومشاريع جديدة فخمة. العراق تصنع مدينة إدارية جديدة واسمها مدينة الرفيق، هذه هي العاصمة الإدارية الجديدة في العراق، حيث تعلمت العراق درسا جيدا من مصر في بناء المدن الجديدة، وقالت لها بداية جيدة جدا في عمل المدن الجديدة. وليس هذا فقط، بل هناك مدينة عراقية جديدة اسمها مدينة بسماية. الله أكبر، لقد تطور العراق بشكل كبير، الحمد لله. وليس هذا فقط، بل وهناك مدينة جديدة، مشروع جديد في اليمن اسمه مدينة مخة، ولكن هو بالنسبة لي مشروع ضعيف في اليمن. طبعا لن أتكلم عن الحروب ولن أتكلم عن الانتفاضات في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي، لأن هذا ليس عملي. أنا أتكلم فقط عن إيجابيات الوطن العربي. قناتي أنا وقناتي قناة مسالمة، ولا نريد أن نتكلم في حرب.
وهنا وصلنا إلى آخر شيء يا شباب، وهو ترتيب قوة الجيش في الوطن العربي. سنتكلم أولا عن القوات الخاصة في الدول العربية. أقوى قوات خاصة في العالم هي في العراق، ثانيا في مصر، ثالثا في السعودية. لكن أقوى فرقة برية وهي الصاعقة المصرية، الأولى في العالم وأولى عربية. وكما ترى يا مشاهدي العزيز، هذه أقوى 10 جيوش عربية في 2023. تمتع في نظرك. ومن هنا يا محبي التكنولوجيا والتطور في العالم العربي والشرق الأوسط قد أنهينا حلقتنا. لا تنسانا باللايك والاشتراك في القناة والدعم، ولا تنسى أن تقول ما هو أفضل شيء أنا قلته في الفيديو.